دلوقتي بقى هنقدر اخيرا ناخد درس ادوات ربط المضاف اليه اللي احنا اصلا اتكلمنا عنها كذا مره في الامثله بتاعتنا. تعالى بقى نشوف اصلا ايه هي الاداه. احنا الاول ربط المضاف اليه مش عندنا في العربي ملوش معنى، بس في الانجليزي بنربط باوف، يمكن احنا وضحنا ده في الدروس اللي فاتت. تعالى بقى نشوف هنربطه ازاي. انا عندي اداتين، اداه اسمها انتي ودي اداه منفصله، وعندي اداه للربط برضو المضاف اليه بس دي ايه؟ دي متصل. طب ليه كده او كده؟ لان هيتوقف على الحرف اللي بعديه. يبقى انا عندي دلوقتي اداه ربط مضاف اليه حاجتين، اداه منفصله واداه متصله. بمنتهى البساطه الاداه المنفصله بربط المضاف والمضاف اليه وبحط ده في النص خلصنا على كده. لكن دي هتعتمد على قاعده شويه، بتعتمد على اول حرف جاي في الكلمه. احنا قلنا خلاص المنظر ده خلاص بقى مألوف عندنا بالنسبه لنا، ان انا عندي الكلمه بلزق فيها اداه التعريف او التنكير اللي هي بتعرفني مفرد ولا جمع والكلام ده كله. انا دلوقتي بقى اول حرف وصلت له دلوقتي هو ايه؟ هو الاداه بتاعتي. اول حرف ده دلوقتي رقم 1 هنا ده هو لو احد الحروف الشفهيه اللي هي فيتا بي مي في ابسي. لو احد الخمس حروف دول فهنا هاخد الام. طب لو حاجه غير الخمسه دول هاخد الان. ايه الحروف الشفهيه؟ فيتا بي مي في ابسي. تاني فيتا بي مي في ابسي. طيب تعالى بقى ناخد بسرعه مثل دلوقتي نفسر بقى كل الامثله اللي خدناها على طول الكراسه. تعالى ناخد على طول دلوقتي ام النور مثلا. ده مثلا عندنا في نعظمك يا ام النور الحقيقي. ده اول حاجه خالص. ام يعني ماف، كلام ممتاز. طبعا انا لسه عندي اداه تعريف لسه هركبها. نور يعني واين، كلام ممتاز. ولسه عندي اداه تعريف. طيب تعال نحط اداه تعريف عامه ولا خاصه اللي انت عايزه. هنا مثلا نحط خاصه اسم اوف، وهنا اف او اين، كلام ممتاز جدا. طيب عندي دلوقتي بقى طريقتين ان استخدم الاداه المنفصله، فدي هتبقى انتي كده ولا متصله بدي ولا دي، ومش هيفرق معايا خلاص كده هي قضت الغرض بتاع اوف وزي الفل. عشان كده دايما كنت اقول لكم استخدم الانتي ولا يفرق معايا حاجه، انت معرف اداه عامه اداه خاصه مش عارف ايه، مش مهم، هي بتتحط في النص وخلاص. طيب دلوقتي احنا خلاص خدنا الدرس، تعالى نربطها بطريقه ثانيه مش هستخدم الانتي. هل اول حرف ده فيتا بي مي في بسي؟ يبقى انا هنا هربط بالايه؟ بالام. يبقى اسموف ام اف او اين. طيب لو كنت معرفها باداه عامه مثلا كنت بدل حاطط الاف دي كنت حاطط البي. طيب هتبقى ايه الاداه بتاعتي؟ تعال نشوف. اول حرف على اخر وضع انت وصلت له. ما تتلخبطش وتقول اول حرف هنا فيلمنور. طب انا لا، فيلمنور دي انت استخدمتها عشان تحط الاداه العامه والخاصه بتاعتك. دلوقتي انا بتكلم على اول حرف على اخر وضع. اخر وضع يبقى ده اول حرف عندي. هل هو فيتا بي مي في اف سي؟ يبقى انا هستخدم برضو ام بي او اين. اسموف ام بي او اين، اتش سي ام اسموف ام بي او اين. نعظمك يا ام النور. تمام. وقيس على كده بقى الباقي كله. تعال برضو ناخد مثل على الان. بنقول برضو في نعظمك يا ام النور الحقيقي بنقول فخر الرسل. طيب اول حاجه هنعملها زي ما اتفق، حط اول حاجه الكلمات بتاعتك. فخر يعني شوش، شو كلام ممتاز. لسه ما حطيتش الاداه بتاعتي. عايز احط الصديقين. فخر، لا انا اسف، عايز احط الرسل فتبقى رسول يعني ابسطولوس. بص تمام. لسه ما حطيتش برضو الايه. تعالى دلوقتي نحط الادوات بتاعتنا. عندي هنا الرسل فهيبقى هنا مين. ما حدش بقى طبعا يتلخبط ويقول لي ايه ده انت ازاي حاططها دي؟ مش المفروض مين؟ هو مين اللي الجمع المعرف بالاضافه؟ فخر ولا الرسل؟ لو كانت هي اللي فخر اللي جمع كتير معرف بالاضافه كتبقى نين، لكن هنا لا دي نين. فخر ابشوش. تمام. طبعا انا بقول بسرعه لان خلاص احنا رجعنا اداه التعريف والتنكير وخدنا عليها امثله كتير قوي. بقينا بس ان احنا نظبط الجزء بتاعنا اللي انا كنت بقول لك معلش حط انتي. طب ليه كل مره كنت بقول لك حط انتي؟ هو ده كان السبب ان هي مش بيفرق معاها اول حرف. اول حرف عندي هنا هل هو حروف الشفهيه فيتا بي مي في اب سي؟ لا، فيبقى هتكون ان. طيب بالمناسبه الاداه دي ليس استخدامها الوحيد هو ادوات ربط المضاف اليه. بستخدمها في كذا حاجه. بستخدمها في ربط المفعول به. انا عندي جمله فعليه عايز اربط المفعول به بستخدم الان والام. طب هل بيختلف حاجه؟ لا ولا اي حاجه زي ما هي. قال اول حرف فيتا بي مي في اب سي بتاخد الام، لا يبقى ان. شكرا.
بستخدمها لما باجي اربط العدد والمعدود. عندنا في الامثله بتاعت الكرازه مثلا لما تحب تقول 6 وردات بتقول سقو امفيرت، بنقول كده اهو بالظبط 6 وردات سقو امفيرت. طيب معلش يعني انت ايه الام دي اسمها اداه ربط العدد اللي هو 6 بوردات، تمام. طيب هل بيخضع نفس القاعده؟ لو كان اول حرف ده مش فيتا بي مي في ابسين فكانت هتبقى ان. طيب يبقى احنا كده دخلنا استخدام ثالث، يبقى دوت ربط مضاف اليه مفعول به، عندي عدد ومعدود، عندي صفه لما بنقول تيشوري النوب المجمره الذهب. فالاداه دي اصلا مهم جدا انت تكون عارفها. الان تحول ام قدام الخمس حروف دي فيتا بي مي في ابسين.